عودة إلى أخبار الوطن وإلى ولاية البويرة التي استفادت من مشروع سياحي خدماتي هام سيفتتح مع بداية موسم الاصطياف المقبل. مشروع يأتي ضمن استراتيجية النهوض بالسياحة الداخلية بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. نجوى قريقة. ولأن البويرة ولاية سياحية بامتياز ومقصد للسياح على مدار السنة، أصبح لزاما التنويع في السياحة الاستقبالية، وهو حال هذا المستثمر والذي ساهم قرار رفع العراقيل عن الاستثمار في تسريع وتيرة إنجازه لهذا المرفق الفندقي الخدماتي الترفيهي. المساحة تاع المشروع هذا فيها 50 ميل متر كاري، فيها نوتيل، فيه لي سال بوليفالون، فيه دي بيسين افيك دي توبوغون، بيسين كوفيرت، بيسين اوفيرت، المناج، فيه كل المرافق السياحيه. وعدد العمال حوالي راح يوظف ديريكت يعني ديريكت بالك واحد 250 تا 220 بيرسون. تنويع النشاط السياحي والخدماتي بتوفير الآليات الضرورية لتشجيع الاستثمار وتخصيص الإمكانات المادية اللازمة لتكوين الموارد البشرية وضمان جودة العرض السياحي يسهم في بناء اقتصاد متنوع. كاين 5 يعني كما يقولوا دي بروجي توريستيك خاصه تاع الخواص، هذو الحمد لله تم رفع عنهم كامل العراقيل. من بينها هذا المشروع هذا الحمد لله هو تحصل على رخصه الاستغلال نتاعو، يعني انجاز هذه المرافق هذه راح يعني البطاله اللي راهي موجوده على مستوى الولايه راح تمتص من هذا المشاريع. ويبقى الهدف من مثل هذه المشاريع الاستغلال الأمثل لمختلف أشكال الإيواء المناسبة بأسعار تفضيلية وتوفير كل الظروف لتمكين المواطن وعلى الخصوص الشباب من التعرف على ثراء وطنه الثقافي والتاريخي ورصيده الطبيعي.